اليوم عفت سيارتي نص ساعة بالسيدية، جيت لقيت هذا الشخص يحاول يفتحها. اوقف اريد اصعد بالسيارة. ايش تصعد بيها سيارتي هاي؟ بعدين طلعت أنا ناسي وهاي سيارته وأنا جاي بدون سيارة. اسف حياتي. وبسبب هذا الموقف عرضت علي عزمة وراح ندخل مطبخنا نجهز له الوجبات، واغلب الشغل راح يصير على جريل الفحم. ليش هيك مقصصه بهاي الطريقه؟ حتى يتعمق طعم الدخان بداخل الهوت دوغ. هسه كمية عندنا البرجر لحم. يعني ما شاء الله مطبخهم صغير وعدد الموظفين حيل هوايه وكل حاجه بمكانها الصح. ايش معنى الفنجر حاطين له قلوب احمر؟ حتى يتونس بالحرارة. شنو قصه الكاميرا اللي خالها بنص المطبخ؟ خليتها هاي الكاميرا خاصة بس على التجهيز حتى ما نغلط ويا اي زبون نهائيا. وهسه كملت كل الوجبات اللي اشتغلناها. انت بوش مالك شغله بيه. الكابتن اللفه اللي راح يبدي بيها هي دايت برجر، صمونه شعير. هذا طبق الفنجر البركان. كل هذا الستيك حبل ظهر بيد ابو المرامير، صار لي يومين يتشمت بالرياض. بس شوف لي شغل الهوت دوغ. مو مركز وياكم. حياتي ركز هنا. الستربس الالوان اللي تشوفوها كافيه ان شاء الله. ايوه ريزه بصلصه المطعم. يا اهل تلزموا قالوا بصلصه المطعم. بس احنا مالتكم ترى احنا مو جديد. اذا مالتكم اخذوها الصلصه. قديمين ترى احنا. ها قديمين. بس اسالني عن شو اسمه. ايوه مع مواليدك. اول فرع انفتح شو وقت؟ تقريبا السنة السادسة. 6 سنين صارت. لك هاي شنو هاي شو ضامية ما حد حكى لنا عليها. مغلسين يعني ما نريدك تاخذها. وهاي الفولكينو برجر. عوف 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 هاي ما تفيدك عوف. انا انت سلم اشرح. علي لخ زدت كيلو. انت اشرح وانا اكل. اليوم كنت يوم فولكينو برجر صاير بالسيديه شارع الضباط مقابل فلسونس او الرباط.